يا مساء الفل على أجمل متابعين. يا رب تكونوا دايما بخير ومتجمعين مع بعض في الخير. زي ما تعودنا، لايف الأربع بيكون لايف مميز بيكم، مميز بأجمل ناس معانا. إن شاء الله النهاردة بنتكلم في موضوع الكبت، وإزاي بيوصلنا لصراعات كتير قوي ومشاكل كتير قوي في حياتنا. الموضوع ده للأمانة أنا كنت مأجله للسيزون بتاع رمضان. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. لكن لقيت إن ناس كتير بعتة بتقول يا دكتور يا ريت نتكلم في الموضوع بتاع الكبت ضروري. ولقيت إن في إجماع كبير جدا على موضوع الكبت، وناس كتير محتاجة إن هي تفهمه، والأسئلة الكتير بتدور حوالين الكبت، سواء الأسئلة بتاعة الصدمات العاطفية أو الصدمات النفسية أو الأوجاع بتاعة الناس أو المشاكل اللي بتمر في حياتنا عموما. عشان كده حبيت إن أنا ما بخلش عليكم بأي معلومة أو ما بخلش عليكم بأي حاجة تخص الموضوع ده خالص. أهلا وسهلا بيكم كلكم، ودي كانت بداية بسيطة لحد ما الناس تبدأ تتجمع، عشان الناس كلها بتقول لي انت اتأخرت ليه. انا اتأخرت والله بسبب الزحمة بتاعت رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. اللايف النهاردة هيكون فيه بعض الأجزاء اللي بتشرح الكبت وإزاي بيحصل، وهنتكلم عن بعض الأسئلة اللي انتوا هتكتبوها في الكومنت اللي هنقدر ناخدها ونلحق ناخدها إن شاء الله. ويا رب نكون نقدم المفيد ليكم كلكم. يا ريت بس الناس اللي دخلت معانا في اللايف كل سنة وانتم طيبين كلكم، كل سنة وانتم سعداء، كل سنة وانتم متهنيين، وان شاء الله يعود عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. ونجهز بقى عشان اللايفات بتاعه شهر رمضان، وان شاء الله تكون فيها حاجات كتير مميزة قوي لينا. يا ريت كل الناس اللي دخلت معانا في اللايف بس تعمل شير عشان نقدر نوصل لأكتر عدد من الناس أو لأكبر عدد من الناس، عشان الموضوع ده نقدر نوصله بالشكل الكافي للناس اللي طلبته منه. زي ما احنا قلنا، الكبت هو شعور بيلح على الإنسان، بيخليه يوصل لمرحلة صعبة قوي في حياته، اللي هي بتخليه عرضة للصراعات، عرضة للمشاكل اليومية، عرضة للضغوط الحياتية. بس في هنا بعض الأعراض اللي بتظهر عند الناس وبيكونوا مش عارفين يفرقوا دي سببها ايه. يعني مثلا بيجيلنا كتير فجأة كده بدون أي سبب شعور بالخمول والكسل والإجهاد والإرهاق، سواء الجسدي أو النفسي أو الذهني. تلاقيه بعض الناس في يومها مش قادرة تحل مشاكلها البسيطة، مش قادرة تواجه حياتها. أي ضغط بيخليهم ينعزلوا أو يكونوا بينهم وبين نفسهم في صراعات مستمرة. هو أنا صح ولا الناس اللي صح؟ هو أنا كان رد فعلي غلط ولا كان رد فعلي صح؟ ولا يمكن اللي قدامي هو اللي ضغط عليا ووصلني لمرحلة الإنهاك والفرهدة والضغط ده؟ هنعرف كل ده. يعني إذا إن في شعور بيجيلي فجأة كده هو شعور بالإجهاد وبالإرهاق وبالتعب، سواء الجسدي أو النفسي أو الذهني. كمان في ناس بيجي لها الموضوع في شكل شعور بالإحباط وبالتوتر وبالاكتئاب، تلاقيهم مش طايقين نفسهم، مش قادرين حتى في باور يقوم يعيش بيه في حياته أو يكمل فيه يومه. فقدان الطاقة عنده مستمر وملح عليه بشكل كبير جدا. تلاقيه في ناس تانية كمان عندها شعور بالاستسلام، يعني تلاقيهم دايما مستسلمين، يعني خارجين النهاردة اوكي، مش خارجين مفيش مشكلة، هنزل الشغل اوكي مش هتفرق، كلها محصلة بعضها عندهم. تلاقيه حتى اي وضع او اي ظروف هو بيعاني منها في يومه هو مستسلم ليه. الموضوع عادي في كل حاجة، يعني هناكل ايه النهاردة، اي حاجة، هنخرج فين، اي حتة. تتلاقي حد جاي بيقول له حتى بحبك، وممكن يدخل معاه في ريليشن هو اصلا مش قادر يفرق ما بين المشاعر الحقيقيه والمشاعر المزيفه. فكده كده هو وصل لمرحله ان هو مش في دماغه اي حاجه. تمام. في ناس كمان بيحصل معاها الموضوع بحاله من حالات النسيان والتوهان، تلاقيه دايما تايه كده في عالم تاني، مشغول ملبوخ. بمجرد ما تقول له اي معلومه تلاقيه مش مركز. وفي ناس بتشتكي ان هي ممكن يكون عندها ADHD اللي هي فرط الحركه او التشتت الانتباه. كل الحاجات دي كلها
من اعراض الكبت. كمان في موضوع كمان تلاقيهم عندهم لا مبالاة غير طبيعية تجاه الحياة. عندهم كمان كبت في المشاعر الحقيقية. يعني ايه كبت في المشاعر الحقيقية؟ يعني هو ممكن يكون حاسس ان هو بيحب حد، ولكن هو مش قادر يفرق ما بين اذا كانت المشاعر دي مشاعر حقيقية فعلا ولا مشاعر مزيفة، ولا هي زيها زي اللي قبلها. واحدة اتخطبت قبل كده وجالها صدمات وقرفت من خطيبها وزهقت وتعبت، ولكن قصاد كل ده هي ما عادش قادرة تفرق من الشخص اللي هيدخل في حياتها كويس ومن الشخص اللي مش كويس. يعني كل الناس عندها بقى عادي، ولذلك هي ممكن تظلم نفسها او ممكن توصل نفسها لمرحلة الاستسلام، ان كل الاشخاص اللي هتدخل في حياتها او كل الاشخاص اللي هيدخلوا في حياتي هم اشخاص مش حقيقيين واشخاص مزيفين، وهيبقى زيه زي اللي قبله. ودي طبعا بتكون حاجات مش حقيقية وحاجات مش واقعية، ولكن هو بيكون في لخبطة وصراع داخلي ما بين المشاعر الحقيقية والمشاعر المزيفة. ما عادش قادرة تاخد قرار في حياتها ولا قادر ياخد قرار في حياته، يسيب الشغل ولا ما يسيبوش، يرتبط بدي ولا ما يرتبطش، ومش عارفة اذا كان فلان اللي متقدم لها ده فعلا شخص كويس ولا شخص مش كويس. ليه؟ لان هي اوريدي اتصدمت كتير واتخذلت كتير لغاية ما كبتت ده جواها في حيز اللا شعور، فبالتالي ما عادش عندها طاقة ولا باور ان هي تجاه التاني وتعيد تاني من اوله وتبدأ تفكر من شكل جديد ان انا ممكن اختار الشخص ده او لا، اختار الشخص ده في حياتي او لا. طب اذا هي ممكن تكون قابلت الشخص المناسب في التوقيت المناسب، هي برضو بيكون ما عندهاش كنترول على الشخص ده. قرار معين عايز يقدم على فعل حاجة او شراء حاجة، ولكن بكتر الكبت اللي حصل في حياته او حصل في حياتها هم ما عادش قادرين يفرقوا ما بين الفعل الحقيقي والفعل المزيف، المشاعر الحقيقية والمشاعر المزيفة. للأسف دي مرحلة احتراق نفسي حقيقية جدا، ومرحلة ضغط كبير جدا، ومرحلة ألم كبير قوي في حياة الإنسان، سواء هيخش في ريليشن جديدة، هيخش في بيزنس كبير، هيخش في شراء حاجة. يعني مثلا ممكن يكون راجل هيقدم على شراء شقة، هيسيب شغله، هيسيب عمله، هينقل من مكان إلى مكان، هيسافر من بلد إلى بلد، ولكن بسبب الكبت الكتير قوي اللي كان في حياته خلاه تراجع عن قرار معين، خلاه خاف ياخد الخطوة، خلاه خاف ان هو ياخد الخطوة لقدام. طيب هل ده معناه ان الانسان في التوقيت ده بيكون صح ولا بيكون غلط؟ في التوقيت ده الانسان انا مش هقدر الوم عليه واقول له انت غلط، لا، هو في الحقيقة هو بيكون في حالة صراع، سواء من الراجل او سواء من الست، بيكونوا في حالة صراع داخلي ما بين الحاجة الحقيقية وما بين الحاجة اللي مش حقيقية. فهتلاقيه بيختار الشغل الغلط في التوقيت الصح. بمعنى ان هو ممكن يكون قدامه فرصة عمل او فرصة سفر كويسة، ولكن مش قادر ياخدها لان هو اتعلم ان هو يجازف كتير قوي، ولكن في الحاجات الغلط اللي سببت له نوع من انواع الكبت. طب ايه هو الكبت ببساطة كده عشان نفيد الناس ويفهموا ايه اللي بيحصل في نفوسهم الداخلية، وايه اللي بيحصل في حياتهم، وايه اللي بيحصل من غير ما يختاروا صح او يقرروا صح. الكبت ده حاجة موجودة جوه الانسان. يا ريت نعمل شير عشان نفيد اكبر عدد من الناس عشان يفهموا ايه هي الطبيعة الفسيولوجية اللي بيمر بيها الانسان في التوقيت ده. الكبت هو عبارة عن شعور داخلي الانسان بيلجأ ليه عشان يهرب من ذكريات مؤلمة او احداث غير سارة في حياته، او مشاعر غير حقيقية وتألم منها كتير واتخذل كتير وتوجع كتير واحتاج للناس كتير، ولكن كان بيتقابل ده بالمقابل السيء او بالمردود السيء، سواء من الراجل او سواء من الست. الكل ده بيحصل في الجانب الواعي وفي جانب الشعور. فبيضطر الانسان عشان حياته تستمر ان هو يلجأ الى حيلة دفاعية اسمها الكبت. ديفنس ميكانيزم عنده يبدأ يشتغل، فيبدأ يكبت ده ان هو يتنازل عن حقه، يفرط في واجب كان عليه، يفكر ان هو يتنازل عن شغل معين او ريليشن معينة، او يتغاضى عن حاجات كتير قوي بسبب ان هو مش قادر يواجه ده، مش قادر يجي على نفسه اكتر من كده. هو عمال يجي ويكابر وياخد ويدي، والناس تهبطه والناس تتكلم معاه والناس تضغط عليه والناس تضغط كمان وتستمر ويخلوه يشيل حاجات اكبر من اللازم. فاضطر ان هو من كتر ده ان هو يستخدم الحيلة الدفاعية اللي هي الديفنس ميكانيزم اللي جواه،
ان هو يكبت ده، ينقل الحاجة من حيز الشعور الى حيز اللا شعور. كل حياته بدل ما تكون في الشعور خلاها في اللا شعور، بدل ما هي في الوعي خلاها في اللاوعي. وكل الحاجات دي بتأثر على الإنسان في شخصيته وفي عمله وفي أدائه وفي الطاقة بتاعته وفي الباور بتاعه وفي كل حاجة في حواليه. فيقوم الإنسان من غير ما يشعر بينقل كل ده. طب السبب في ده أصلا إيه؟ السبب في ده هو الإساءة اللي تعرض ليها في الماضي. أي خبرة تعرض ليها في الماضي هو خباها. عارفين الناس اللي بتكتم غيظها؟ دول ناس جميلين جدا وناس مسالمة جدا وناس كويسة جدا، بس لازم يكونوا هم عندهم الوعي القادر ان هو يكون قابل ان هو يكبت ده، او يعني يجي على ألم معين جواه ويفضل يتعايش. ولكن دي مهارة كبيرة قوي الانسان لازم يتدرب عليها. المهارة ان الانسان يقدر يتعلم ان هو يكبت اي شعور بالألم او بالندم او بالخذلان او بالوجع تجاه نفسه. فبالتالي لو ما قدرش يعمل كده، لو ما قدرش يفكر في ده، هو هينقل غصب عنه كل الحاجات دي الى الكبت. طب والكبت بيؤدي الى ايه؟ طب في ناس كتير قوي هتقولك ان الكبت ده بيخلينا بقى خلاص نوصل لمرحلة الانفجار. لا، هو في حالات الكبت هو بيوصل لحالات الصراع الداخلي اللي بيخلي الانسان يفقد السيطرة على قراراته وعلى امور حياته وعلى مواجهة المشاكل بتاعته. المواقف اللي بتضغطه بتزيد ضغط قوي، فبالتالي بتلاقيه هو انسان مش حكيم، ما بيقدرش ياخد قرارات، مع ان هو اصلا كان انسان قادر ان هو يكون بياخد قرارات، وكان شاطر جدا وكان ذكي جدا وكان لماح قوي وكان عنده طاقة تهد جبال. ولكن هو ما عادش قادر يعمل كل ده بسبب الكبت. حيز اللا شعور عندك انت مليته غلط. انت عمال تكبت الكلام اللي بيضايقك والحاجات اللي بتزعلك والحاجات اللي بتوجعك والحاجات اللي بتنكد عليكي والحاجات اللي بتنكد عليك، ومديرك في الشغل او مديرك في العمل وهم عمالين ييجوا عليكي، وبابا وماما وهم متحكمين في قرارات حياتك او موضوع معين انت نفسك تاخدك فيه قرار، ولكن المحيطين بيكي او بيك مسيطرين على القرار ده، هم متحكمين في جزء كبير قوي من حياتك. فبالتالي اي قرار انت بتاخده في حياتك الناس ليها مردود عليه، الناس ليها جزء كبير في السيطرة فيه. فبالتالي انت فقدت احساسك بالهوية تجاه نفسك. كل ده بسبب الكبت. طيب هنيجي نقول بقى لو الذكريات اللي انت مريت بيها في حياتك او الخبرات دي سواء من الاب او الام او ناس خذلتك او ناس وجعتك او ناس ضايقتك او ناس جت عليك او اخدوا حقك، كانوا سبب من الاسباب ان انت دفعت عن حقك كتير قوي، ولكن وصلت لمرحلة كبيرة من اليأس او الشعور بالاحباط خليتك استسلمت. وهي دي مرحلة استنفاذ الطاقة الحقيقية، لانك كنت بتستهلك الطاقة في طريق الغلط وفي الاتجاه الغلط. فبالتالي الباور عندك هدى، الباور عندك خلص، فانت مش قادر تكمل في رحلة حياتك. طيب بستغرب كتير قوي لما تلاقي شباب كتير لسه في بداية حياتهم ولسه في بداية المراحل العمرية بتاعتهم سواء الجامعية او الثانوية او وتلاقيه يقول لك انا هأجل، انا هسوف، انا مش هشتغل، انا ما عنديش طاقة ان انا انزل الجامعة او الكلام ده هروب من الواقع. سببه الرئيسي كان الكبت في القرارات، الكبت في الحاجات الداخلية، الكبت في القرارات اللي انت كنت ممكن تركز قوي في حياتك فيها، ولكن كنت شايف نفسك لا تستحق ده. انت كنت شايف نفسك من البداية لا تستحق انك تتعامل كده. انت شايف نفسك ان الحياة لازم تبقى بامبي ووردي وجميلة. انت شايف نفسك مش قادر تاخد قرارات في حياتك صح. انت شايف نفسك ماشي في الطريق الغلط بس مكمل. ليه مكمل؟ عشان الناس اللي حوالينا هم متحكمين في جزء كبير قوي من حياتنا. ده طبعا كلام غلط. طيب ايه الكلام الصح يا دكتور؟ ركز بقى معايا عشان نبدأ نقول الكلمتين الحلوين دول عشان نتخطى كل ده. تمام؟ ويا ريت نكتب حتى بالورقة والقلم عشان نكون مركزين قوي في اللي جاي. لازم كل انسان فينا لازم كل انسان فينا يبقى عارف ان دي حيل دفاعية هو بيلجأ ليها عشان يفضل قاعد في منطقة الراحة. يعني انت كبت وسمحت وتنازلت عشان منطقة الراحة. يعني انا الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي اعمل عكسها على طول هترتاح. انت كبت ألم داخلي جواك
وشعور بالخذلان تجاه حد كسر قلبك، جه عليك، ظلمك، اخد حقك، حرجك قدام الناس، اذاك قدام الناس وقدام نفسك، وانت النهارده ما قدرتش تدافع عن ده، فاضطريت ان انت تقول ايه؟ انا هعفو عنه، انا هسامح عنه، انا هتنازل عنه. وانت بالليل كنت بتعيط، وانت بالليل كنت موجوع، وانت بالليل كنت عمال تبكي، وانت بالليل حاسس ان في نار داخليه جواك بتحرق في جسدك وبتحرق في عقلك، وطول الليل مش عارف حتى تنام، وعمال تعيط، عمال تتقلب في السرير، عمال رايح جاي في البيت، ناس بتدخن تلاقي بتدخن بشراهه، ناس كانت متعوده تاكل كويس تلاقيها وقفت الاكل. كل ده حرق النفس، احتراق داخلي بيحصل جواك نتيجه ان انت كنت مبين للناس ان انت قوي، وان انت تنازلت عن حقك، وان انت فعلا كنت قادر تكون من الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولكن في الحقيقه انت ما كنتش كده. لان انت لو كنت قادر انك تسامح بجد ما كنتش حسيت بالاحساس بتاع الاحتراق الداخلي والاحتراق النفسي للالم ده. لكن اذا انت فعلا قوي وقادر تتنازل عن حقك، خلاص مش هتحس بالاحساس ده. طيب غالبا الناس والنفوس ضعيفه مش هتقدر ان انت تتنازل عن ده، وان انت اصلا مش هتقدر تسيب حقك بسهوله، وان انت اصلا مش هتقدر تتنازل عن حقك بسهوله، فهتضطر ان انت تحترق بالليل وتنهك نفسك بالليل، وتوصل لمرحله اسمها الالم النفسي الداخلي ده اللي بيخليك اصلا يائس ومحبط. واذا مر عليك الامر هتلاقي نفسك مستسلم تاني، مش هتقدر تدافع عن حقك. مثال بسيط على الجزء ده عشان نفهمه. انا النهارده معايا مثالا 10 جنيه، وانا داخل اشتري اي حاجه بسيطه من المكان، فال10 جنيه انا شايفها ان هي قليله في ايدي. حلو كده، نركز قوي في المثال عشان نعرف احنا بنعمل ايه في حياتنا وايه الصح وايه الغلط. انت داخل تشتري حاجه بال10 جنيه اللي انت شايف ان هي ما تساويش حاجه، ولكن ده غلط. انت لازم تبقى شايف ان ال10 جنيه دي تساوي حاجه بالنسبه لك، لان انت تنازلك عن قيمه ال10 جنيه هيخلي البائع اللي رايح تشتري منه يحسسك بالقله ويحسسك بفقدة القيمه دي، وهيشوفك قليل، فانت هتشوف نفسك قليل، وهيشوف الفلوس اللي في ايدك قليله، فمش هتعرف تشتري حاجه. طيب تقوم انت رايح بقى شاري بيها حاجه بسيطه ويتبقى لك 2 جنيه من ال10 جنيه، تمام؟ تقوم قايل له خلاص سيبهم بقى عشان الفكه، لو اي حد بعد نوع من انواع ارضاء النفس كده. ده غلط. ليه بقى يا باشا؟ نركز قوي. لانك اصلا سمحت لنفسك ان انت تتعامل مع الفلوس اللي في ايدك او ملكك على انها فقدت قيمتها، فده رقم غلط. خليت اللي قدامك اخد امبريشن عنك، انطباع معين ان انت قليل، فقدم لك المتاح ليه قدامه الحاجات البسيطه اللي تساوي قيمه ال10 جنيه. فبالتالي لما جه يديك الباقي كمان المتوفر ليك من 10 جنيه انت حبيت ان انت تتنازل عنه. طيب هنا بقى البائع ده او صاحب المكان ده هو ضحك عليك واخد حقك، وانت كمان كنت راضي. بعد ما تروح البيت، انا ايه اللي خلاني اسيب له ال2 جنيه؟ عنطزه مثلا؟ يعني انت كنت حاسس ان انت حاجه فخمه كده وانت بتسيب ال5 جنيه او ال10 جنيه الباقيه دي؟ لا يا باشا، اذا انت سبتها في المكان الغلط تاكد ان انت اللي غلط، مش الراجل هو اللي غلط. هو الراجل يعني بيقدم لك خدمه، انت حبيت تسيب له وتبقشش عليه، فانت اوكي. كذلك حقوق الناس، اذا انت حبيت ان انت تتسامح فيها وتتنازل فيها لا تندم عليه. ليه بقى؟ لانك اول حد كان مفرط في العطاء تجاه نفسك، لانك لا تعرف قيمه نفسك، لانك لا تعرف انت تستحق ايه، لانك لا تعرف انت تساوي ايه، لانك لا تعرف قيمتك الحقيقيه تساوي ايه. فبالتالي بتتنازل عن حقوقك اللي كنتش المفروض تتنازل عنها. فبالتالي بتوصل نفسك لمرحلة الأذى الداخلي، لأنك لا عارف قيمة نفسك ولا قيمة جسدك ولا قيمة عقلك يساوي كام. أنا لو داخل أتعامل مع حد، بشتري عربية، بشتري شقة، بشتري أي حاجة، هو بيديني انطباع معين، ياه أنت مش شايف غلاء الأسعار، أنت ويحسسني بقيمة الحاجة اللي هي أصلا مش حقيقية، فأنا آخد انطباع عنها إن هي فعلا، فالحق أخدها كأنها فرصة، وده طبعا غلط. انا هنا اتلعب عليا لعبة البائع وتملك من عقلي وخلى عقلي ده مغيب. واذا عقلك تغيب في العلاقات وفي الشراء وفي النفس وفي التعامل تجاه نفسك وجسدك وعقلك، حياتك فقدت قيمتها يا باشا، لان انت اصلا فقدت قيمتك قدام نفسك، لانك انت بتتكلم عن قيمة انسان
قيمه انسان لا تقدر بثمن. فازاي انا كبشر اقلل من قيمتي قدام نفسي؟ انت تساوي اكتر من الشيء، انت تساوي اكتر من الفعل، انت قيمتك الحقيقيه بتساوي اكتر من اللي بيحصل فيها. ولكن المحيطين بيك فهموك ان انت قليل قوي، وانت اللي اتاكدت بده، وانت اللي وصلت لهم ده. فما تلومش نفسك ولا تلوم الناس، ولكن لوم عقلك اللي وصلك لده. اول حاجه تلوم فيها هو عقلك. هو انا ليه اصلا احسس الناس ان انا قليل؟ هو انا ليه احسس الناس ان انا ضعيف؟ هو انا ليه احسس الناس ان انا انسان مغلوب على امري؟ ازاي يا باشا؟ ايه اللي احنا بنعمله في نفسنا ده؟ يعني اذا كان الحياه متغيره، سواء بالوقت، سواء بالليل والنهار، سواء بالايام، بالاسابيع، بالشهور، بالسنين، بالفصول، الحياه متغيره. الانسان اكتر كائن في الارض متغير. ليه انت بتسمح تدي للناس انطباع عنك ان انت انسان غير متغير؟ عمرو بيضحك عليه فهيفضل يضحك عليه، عمرو انسان عبيط فهيفضل انسان عبيط، عمرو انسان ضعيف فهيفضل انسان ضعيف، عمرو انسان ما بيفهمش فهيفضل انسان ما بيفهمش، عمرو مستواه في الشغل وكفاءته في العمل قد كده فهيفضل قد كده. لا، انت اللي حجمت نفسك بعقلك ان انت مفكر ده حرفان، انا هكبر دماغي يا عم، انا هطنش، هو انا لسه هقعد اهري. لا يا باشا، في حاجات لازم تهري فيها، في حاجات لازم تدافع عن حقك فيها. الجنيه او الاتنين جنيه اللي انت سبتهم عند الراجل اللي اشترى منك، او انت اشتريت من عنده الحاجه اللي حسسك بقيمتها القليله ده او الكتير، وانت تنازلت عنهم، انت كنت ضعيف. وده رقم واحد في العلاج، انك ما تشوفش نفسك ضعيف، انك ما تشوفش نفسك قليل، انت ما تشوفش نفسك غير كتير. هتقول لي طب يا دكتور انا ممكن اوصل للانانيه وممكن اوصل ان انا اتباهى على الناس واتكبر. لا، كل حاجه ببالانس، ولا تتكبر على حد ولا تختار على حد ولا تعيش في الدنيا يعني تتباهى ولا ولكن اعرف قيمه نفسك. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. عمرو هيعرف نفسه الحقيقيه بمميزاتها وبعيوبها. مش همشي كده ابقى مختال وابقى مغرور وابقى متباهي وانا اصلا من جوايا فاضي. لا، انا مليان، مليان كتير قوي. واذا انا مليان كتير قوي، صعب قوي ان حد يجي جنبي، صعب قوي ان حد يهزمني. اذا حد حاول يهزمني انا هكون بفوتها له بالمره دي. الضربه اللي انا عديتها عشان انا بس مش عايز اخد حق دلوقتي، لكن حق هاخده. طب اذا انا تسامحت من نفسي ومن قيمتي قدام نفسي، وانا تساميت بفكر ده، وانا حبيت ان انا اكون راقي عليك في الجو ده، وانا ولكن اذا انا جيت على حقي فعلا بجد وانا شايف ان ده هتفرق معايا، الجنيه هيفرق معايا النهارده، مش هسيبهولك. واذا انت تسامحت في الجنيه هتتسامح في حاجات كتير، واذا انت تنازلت عن حقك في الجنيه هتتنازل في كتير. هتقول لي طب ليه بتقيسها بالجنيه؟ لان هي العمله الماديه النهارده، والعامل المادي هو اكبر عامل امان بيدي للانسان استقرار في حياته. هتلاقي سيكولوجيه الغني دايما بيفكر كده، ما بيفكرش في اللي انت بتعمله، وبالتالي بيقدر يدافع عن حقه، وبالتالي بيقدر ياخد حقه. امال هو بيشغل الناس اللي شغاله تحته ازاي؟ امال هو بيشغل الناس عنده ازاي؟ عشان بيقدر يديرهم، مش بعقله بس ولكن بسلطته، ان هو عارف ان هو بيديلهم مقابل وعايز قدامه انتاج. انا بديك مقابل وعايزك تنتج لي، انا بديك مقابل وعايزك تأدي لي، انا بديك مقابل وعايز اخد منك وقت وصحة وعمر ومجهود. هو ده سيكولوجية الغني. ولذلك استباته خطواته بتكون اعلى بكتير قوي من سيكولوجية الفقير. هتقولي طب سيكولوجية الفقير ليه؟ عشان هو رضا بده، هو حب ان هو يزنق نفسه في الجزء ده. ده اكبر كبت ممكن الانسان يعمله في حياته. فهمنا الجزء ده ولا ما فهمناهوش؟ ننقل على الجزء التاني. انا النهارده عندي آلام نفسية وانهاك داخلي وشعور باليأس وبالاحباط وبالوجع وي 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 وي. اوكي نكون جاهزين كده بس عشان الجزء الجاي ده مهم. انا والله مشكور جدا للناس اللي بتدخل كلها معانا، وليا الشرف، ويا ريت لو نعمل شير عشان ندخل اكتر عدد من الناس. الجزء المهم هنا بقى الشعور الداخلي بالآلام وبالاحتراق وبالوجع وبالخذلان وي 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 وبكثرة النفس. كل الحاجات دي سببها الكبت. الشعور ده حصل لك ازاي يا باشا؟ حصل لك لانك اتربيت غلط ورضيت انك تكمل في الغلط واستسلمت الباقي الغلط،
فاضطريت ان انت تكمل حياتك غلط في غلط. ليه؟ لانك انت وصلت للجزء ده. اهلك جابوك في الدنيا وكانوا سبب من وجودك في الدنيا، ولازم ترحمهم وتعطف عليهم وتبرهم وترضيهم. بس خد بالك، عقلك بقى ملكك، قراراتك ملكك. اتعلم تاخد قرارات صح، اتعلم على ايد ناس صح. خد الحكمة من الناس اللي بتفهم. مش عيب انا ابوس ايد امي وابوس ايد والدي، ولكن اذا كان القرار والدي غير حكيم ممكن اخده من واحد تاني في سن والدي يكون حكيم، يكون قادر يديني القرار. ده مش عيب. اخد المعلومة من الناس اللي تفهم، مش عيب. اتعلم، مش عيب. ولكن ما سيرش على خطى الفاشلين ولا الناس الضعفاء ولا الناس اللي عايزة ترضى بحياتها اللي تحت رجلها. خليك باصص النظرة البعيدة. يبقى انا اذا مش هرضى بالقرار الغلط اللي بابايا اخده، مش هرضى بالقرار الصعب اللي ما كنتش قادر اخده، مش هرضى ان انا اتنازل وافرط في حقي عشان كانوا دايما معلميني ان انا ما انطقش، ان انا ما اتكلمش، ان انت مالكش رأي، ان انت مالكش دور، ان انت مالكش مشاعر، ان احنا ما بنقدرش كل الحاجات دي كلها. وانا اكبت. عمرو من هو بيبي عمال يكبت، انت ما تتكلمش، هسكت، حاضر. انت ما تنطقش، حاضر. انت ما الكليه اللي احنا نقول لك عليها ادخلها، حاضر. الشغل اللي احنا نقول لك عليه، حاضر. البنت اللي نختارها لك، حاضر. الولد اللي نختاره لك، حاضر. الشغل ده لازم تشتغليه، حاضر. انا لازم ابص على حياه الناس اللي بترسم لي حياتي ده. هل الناس دي صح ولا الناس دي غلط؟ الناس دي ناجحه ولا فاشله؟ الناس دي لو فاشله هلف ظهري على طول، مش هديلهم، هبوس ايديهم واقول لهم انتوا تمام وانتوا امان وانتوا كل حاجه حلوه في حياتي، ولكن قراراتي بقى ملكي. ارجع لاهل الخبره، ارجع لاهل المشوره، ارجع لاهل الحكمه. مش عيب ولا يقللوا من نفسك. العيب ان انا اوصل ل 30 سنه وانا حياتي واقفه، اوصل ل 40 سنه وانا حياتي ستيل واقفه، اوصل ل 50 سنه وانا المفروض خلاص يعني مش هعيش قد اللي عشته، ولكن واقف في ستيل في مكاني عشان برض ده وبرض ده، وبسمع كلام ده وبسمع كلام ده، واخر اليوم كتله جوايا في حيز اللا شعور عماله تقول لي عبي يا عمرو، عبي يا عمرو، عبي يا عمرو، عبي يا عمرو، لغايه ما عمرو يئس من حياته، لغايه ما عمرو كره حياته، لغايه ما عمرو ما عادش قادر يكمل، ما عادش قادر يعيش، ما عادش قادر يستمر، ما عادش قادر الحياه حواليه بتتغير والناس بتتغير وهو حياته ستيل واقفه في مكانه. سببها الكبت الرئيسي. وصلت كده ده ولا ما وصلناش؟ لازم نبقى بنقاوم القديم مع الجديد. لازم نعرف قيمتنا الحقيقيه اللي عليها مع اللي بعدين. لازم تعرف انت قيمتك تستحق ايه عشان الناس ما تضعفش فيك، عشان الناس ما تاكلش فيك، عشان ما تروح تشتغل عند حد تقول له انا قيمتي والساعه عندي تساوي كذا. مش هو اللي يقول لك بس انا عايزك تشتغل عندي بقد كده ومن الساعه كذا ومن الساعه كذا. انت لازم انت كمان تكون مهيأ ان انت لما تروح تشتغل مع عمرو تضيف لعمرو حاجه تخليه يحب يجري وراك، يحب يقول لك ده بس ده انا هحافظ على الراجل ده الراجل ده اضافه للمكان، الراجل ده بيضيف فعلا حقيقي، الراجل ده فعلا بيضيف لي في حياتي. لما تتجوزي حد لازم يكون الحد ده هيضيف لك قيمه في حياتك. لو ما كانش كده خليكي في بيت باباكي افضل لك، خليكي في بيت باباكي احسن لك، لان باباكي اكيد لاقي ان هو ياكلك ويصرف عليك ويعمل 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 ويعمل. فاذا لو انت حياتك مع الانسان ده مش هتتغير ملاش منه خالص. انا اكبت ليه في اللي جاي وفي القديم؟ انا عشت حياه صعبه جدا في بيت اهلي، بس هم في الاول وفي الاخر هم اهلي. فاذا انا هتنازل عن ده وهنقل حياتي على عصمه راجل تاني وهبدا حياتي مع راجل تاني، مش عيب ان هو يكون فقير، ومش عيب ان هو يكون لسه في بدايه حياته وبيبني نفسه، ومش عيب ان هو شغله على قده وراس ماله على قده وبدايه حياته على قده وبيكافح في الحياه. ولكن العيب ان انا اخده وما نخطرش وما نطورش وما نكبرش حياتنا ونبقى بنخاف ناخد القرارات وهنبقى زينا زي اهالينا اللي حياتهم ستيل واقفه ومليانه كبت واوجاع والام وامراض. انا مش بعيب فيهم، بس هم رضوا بده وخلوا حياتهم عباره عن انغلاق ذاتي على نفسهم، فحياتهم ما اتطورتش، فحياتهم ما اتغيرتش، فاتملوا بالاوجاع وبالالام وبالديون وبالامراض. لكن حد فيهم فكر يطور يغير يدور يشوف؟ فاذا انا مش هكون نسخه من حد، انا هكون نسخه من نفسي. اللي هختاره يكون شبهي، اللي هختاره يكون اعلى مني، اللي هختاره ياخدني حتى لو بفكره وهامن بفكره واحنا الاتنين ونكمل طريقنا لقدام. كذلك برضو
رايح تشتغل في مكان، هقول لك نصيحة ببساطة، انت رايح تشتغل عند حد، مش رايح تشتغل عشان المقابل المادي. اذا انت فكرت انك رايح تشتغل عند عمرو عشان المقابل المادي، خلي بالك انت هنا انسان ضعيف جدا وانسان بسيط جدا وطموحك في الحياة قليل قوي. لان انت لو فكرت بالشكل ده حياتك اصلا مش هتتطور. الراتب اللي انت نفسك توصل له مش هتوصل له، لان انت رايح تقول لواحد لو سمحت هل متوافر عند حضرتك شغل؟ يقول لك من الساعه كذا للساعه كذا، وخش يا باشا اشتغل واديني وقتك واديني عمرك واديني صحتك، وفي الاخر يا ظهري يا بطني، وحياتك ما بتتغيرش، لانك اللي بتشتغل بيه بتروح تجيب بيه طقم وبتجيب بيه بنطلون وتجيب بيه تيشيرت وعايز وعايز وعايز، وكله في الهبل وكله في البره وكله في الطراوه. ليه؟ لان الشهر فيه 30 يوم هيجروا منك من غير ما تحس، لانك ما الزمتش نفسك انك وانت رايح في الحته دي انك رايح تقول لعمرو انا هشتغل معاك، بس لازم تكون باتفاق. الراتب اللي انت هتديهوني ده لازم يكون فيه زياده وقابل للزياده، بس بشرط لما انا اضيف لك حاجه. انا هاخد اكسبيرينس في الشغل بتاعي، او هاخد عندك اكسبيرينس معين، وانا كمان هديك اكسبيرينس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك كده، لان هو اصلا اذا كان الراجل اللي سمح او اعلن ان هو عايز حد يشتغل، هو محتاج حد يشتغل مش يكفي وقت فقط. يعني اذا انا اعلنت عن احتياجي لحد يشتغل معايا، فانا مش محتاج حد يجي يسد خانه، مش حد اجي اقعده عندي وخلاص واديله راتب ويكمل لي عدد ساعات يومي ومنظر وشكل وخارجي وخلاص. لا، انا محتاج حد يجي لي يديني من وقته ويديني من عقله. طب لو انا لقيته ما بيفكرش ومش مديني من وقته ومش مديني من قيمته ومش مديني من اهتمامه ومش مديني، هقول له ما تفكرش، اخرك هنا تيجي تفتح وتقفل وخلاص على كده، ولا انا هضيف لك ولا انت هتضيف لي. طيب اذا جالي بقى واحد عمال كل يوم وكل وقت بيبهرني بفكر جديد، عايز يطور في الشغل، عايز يعلمني حاجه جديده، بيتعلم مهاره جديده ويجي يقول لي فلان مش عارف اللي ناجح ده عمل حاجه جديده في الشغل عنده والبيزنس بتاعه كبره وي وي وي، تعالى ده انت ثروه، ده انت كنز بالنسبه لي، قول، افضل قول قول قول. وكل معلومه هنا بترفعك عند صاحب العمل ستيب، سلمه، خطوه، وانت بتاخد المقابل. انت بتكبر وهو بيكبر، مفيش حد هيكبر لوحده. يبقى انت هنا اذا قدرت تضيف لنفسك القيمه اللي ما تخليكيش او ما تخلكش تعيش في الكبت ده، في الجزء القليل، في الجزء القله. نركز قوي في الجزء الثاني. زي برضو بنت عايزه تتخطب، هي عايزه تتخطب ليه؟ عشان تعمل فوتو سيشن، وعشان تعمل فرح، وعشان تجيب مش عارف مين يغني، وعشان تجيب مش عارف مين يرقص، وعشان تتصور عند فلان، وعشان تعمل ميك اب عند فلان، وعشان تلبس الفستان الواو وتسيب شعرها وتعمل وبتاع. ده قمه التررلي. اذا انا فرحتي في حياتي لاختيار شريك حياتي واقفه على الجزء ده، يبقى ما تزعليش لما تتصدمي، لما تزعليش لما تتوجعي، ما تتزعلش اذا البنت اللي انت اخترتها بالشكل ده عشان تعملوا فوتو سيشن وتعملوا فرح كبير والناس تتحاكى وتتهبل عليه، ما تزعلوش بعد كده لما تقعدوا تبقوا بتفضحوا بعض وبتهينوا بعض وبتقلوا من بعض، لان انتم من البدايه اخدين المنظر والشو انطباع ليكم. لا خالص، الموضوع مش كده. انا هختار شريك حياتي، نركز قوي، عشان كل بنت وكل ولد محتاج الجزء ده في حياته قوي. لاي حد مقبل على الزواج او مقبل على اختيار شريك الحياه، ودي من الاسئله اللي بتجيلي وبقول لهم ده سببها الكبت. انا مقبل على حياه جديده، اختيار شريك حياه، اختيار جزء كبير في حياتي، هستقل بحياتي، هختار بني ادم من عيله تانية بافكار تانية بدماغ تانية يكمل حياتي، يبقى انا لازم اختاره مناسب ليا، شبهي في افكاري، في قدراتي، في قيمتي قدام نفسي، في استحقاقي قدام نفسي، عشان هو هيكمل جزء عندي اسمه الفراغ العاطفي والفراغ الاجتماعي. ونركز قوي في ده، لان انت من غير الواجهه الاجتماعيه هتعيش في الحياه ازاي؟ انا لازم اكون اخد حد يكمل لي الصوره الاجتماعيه، عشان انا اكون كأب في المستقبل او اكون ام في المستقبل لنا قيمه قدام المجتمع وقدام ولادنا وقدام اصحاب ولادنا وقدام جيراننا وقدام اصحابنا وقدام قرايبنا، والا يكون حياتنا اصلا ملهاش اي قيمه ولا اي اضافه بعد الجواز.
انت مش متجوز عشان تروح تجيب كرتونه بيض وفرخه وعيش وشويه سندوتشات وبتاع وناكل ونشرب ونهبل وخلاص. الجواز مش كده. انت اخترت الجزء ده بناء على كبت جواك مش قادر تشوف نفسك فيه في بيتك، مش قادر تشوف نفسك قدام باباك، مش قادر تشوف نفسك قدام مامتك، مش قادر تستقل او تستقر في حياتك بالشكل اللي انت نفسك يكون. فبالتالي انت كنت رايح في الطريق الغلط وكنت مغمض عينيك فلبست في حيطة. فاذا انا لما هختار شريك حياتي هختاره يكملني عاطفيا ويكملني اجتماعيا، ونكون احنا الاتنين طموحين مع بعض، مش عشان نعمل ميك اب وشو وصورة ولقطة. وللأسف المجتمع حوالينا في جزء منه بينهار بسبب الجزء ده، ان كل واحد عنده كبت بيطلعه، يلا نرقص، يلا نضحك، يلا نهبل، يلا نلفلف، يلا نعمل، يلا يلا يلا. وفي التالي بيختار الغلط وبيروح في الطريق الغلط وبيمشي بالشكل الغلط، فحياته كلها بتكمل غلط في غلط. ولا هو حياته بتتطور ولا هي حياتها بتتطور، ولا هما الاتنين ماشيين في الطريق الصح. هي كانت بتهرب من بيت اهلها بمشاكلها، وهو كان بيهرب في حياته عشان يقول عليه عمرو اتجوز وعمل فرح وعمل بيت وعمل، وهو في كل مشكله حياته دلوقتي ان هو يوفر كرتونه البيض وشويه الجبن ويروح بيهم البيت. لا يا باشا، ده هبل، ده كلام مش حقيقي وكلام مش منطقي. كل مرحله في حياتك لازم تكون اضافه. رحت تشتغل عند فلان لازم يضيف لك، مش يضيف لك ماديات بس. الماديات هتفضل ثابته. انت ممكن تروح تشتغل في عمل تاخد منه سالري كويس جدا وتاخد منه عائد كويس جدا، ولكن ما قدملكش قيمه في حياتك، ما نقلكش النقله الصح. هتفضل طول عمرك بالشكل ده، هتفضل في الحته دي بتشتغل عند فلان او قيمتك في المكان الفلاني او وظيفتك الفلانيه وخلاص على كده. لان انت كنت بتحقق جزء معين اهلك اقنعوك بيه ان انت لازم تشتغل، ان انت لازم تكون مسؤول، ان انت سمعت الكلام ورحت تربت رحت اشتغلت. وده غلط. انت ممكن بقى تشتغل بعائد قليل وبراتب قليل عشان ما تقعدش فاضي، ولكن هتشتغل مع حد هيعلمك ويأهلك ويطورك ويوصلك فعلا لحاجه كبيره قوي في المستقبل، وهتكون انت راضي بده. بس بعد كده ايه؟ هتحط رجل على رجل وهتبقى معلم بجد، هتبقى فعلا انسان قادر يفيد نفسه ويفيد اللي بعديه. انت مش راح تشتغل عند واحد يقول لك خد ياض وروح ياض وتعالى ياض وتعالى يا بت وبتاع، كلام فاضي وكلام فارغ وملوش اي قيمه في حياه الانسان. زي ما قالوا قبل كده، ده شغل مرستان، ده شغل هبل، ده شغل مش طبيعي. انا لازم اشتغل عند حد يضيف لي، انا لازم اتجوز حد يضيف لي، انا لازم اقرب من الصديق اللي يضيف لي، انا لازم اقرب من الناس اللي حواليا تضيف لي، انا لازم الناس في حياتي تكون بتضيف ليا وانا بضيف ليهم. انا ما ينفعش اعيش في وسط ناس هناكل ايه النهارده وكرشنا يبقى قدام وشعرنا يبقى مش عارف ما شكله عامل ازاي وبتاع، وحياتنا كلها هبل في هبل ومرستان وملهاش اي قيمه في اي موضوع خالص. ولكن احنا كلنا ماشيين عمالين نعبي شنطه فاتحينها وعمالين نكبت نكبت نكبت. ده ضايقني في الشغل، ده زعلني في الشغل، مراتي نكدت عليا، بابا زعلني، حد سيطر عليا في قرار معين، حد اذاني في قرار معين. وحياتك كلها عباره عن صراع داخلي عايش جواك عشان انت اصلا في البدايه ما كنتش قادر تقول لا ولا لده ولا لده ولا لده. ماشي بدون رغبات وبدون اهداف وبدون تحقيق ذات في الحياه، وبعد كده بتشتكي من الكبت، وبعد كده بتشتكي من الضحيه، وبعد كده بتشتكي من الوجع والالم والخذلان. ما انت كنت اصلا سبب في ده، ما انت كنت اصلا كارثه في ده. انت اصلا اللي سمحت للناس تعمل فيك كده، سمحت للراجل يقول لك خد ياض وتعالى ياض، سمحت لشريكه حياتك ان هي تضحك عليك وتورطك، سمحتي لحد ان هو يكسر قلبك او يخذلك او يوجعك لانك اصلا ما كنتش عارفه انت تستحق ايه. انت لما تسيبي بيت باباكي لازم تسيبيه للراجل صح، لما تروحي من بيت باباكي لازم تروحي الراجل صح، لما تروحي لحد معين لازم تروحي لحد صح. انت ما كنتش لاقيه تاكلي في بيت باباكي، وحتى لو ما كنتش لاقيه تاكلي في بيت باباكي يكفي احساس الامان اللي كنت بتحسيه في بيت باباكي، يكفي احساس الامان اللي كنت بتحسيه في بيت باباكي، يكفي احساس الراحه اللي كنت بتحسيه في بيت باباكي، يكفي كل ده. ولكن اذا انت هتتنقلي من بيتك واوضتك اللي في بيت باباكي وتفرطي حتى لو في الطبليه اللي كنت بتاكل عليها، حتى لو في العيش الحافي اللي كنت بتاكليه مع باباك، يكفي ابتسامه باباكي وطبطبته عليكي ان هو عمره ما هيقسى عليكي، عمره ما هيوجعك، عمره ما هيدمر لك، عمره ما هيأذيكي في مشاعرك، عمره ما هيتعب لك اعصابك.
ليه بقى بتسمحوا لنفسكم ان احنا نختار الغلط؟ ناس كتير هتقول لي دلوقتي يا دكتور انت جاي على الرجاله. لا، ما انا راجل زي اي راجل، بس لازم نفهم الجزء ده. بنات الناس مش لعبه، وهم جايين من كبت، فاحنا مش هنحط عليهم كبت تاني. وبرده ولاد الناس الرجاله او الذكور برده هم اولاد ناس وجايين من بيوت ناس، وبرده الستات ما تكونش تيجي عليهم او تضغط عليهم. انا مش بقول لك بقى قولوا له يا فرعون وقولوا له يا عظيم والكلام العبيط ده بتاع الكلام اللي مش طبيعي ده. لا، ما بقولكيش كده. انت انسانه جايه من بيت اهلك تحترمي، هو انسان جاي من بيت اهله يحترم، ولكن عشان تبقوا صح فعلا انت ضيفي له وهو يضيفك. انت مش رايحه تنهاكي فيه وتستغليه وتبتزيه، وهو كمان مش جاي يأذيكي ويخذلك ويوجعك ويستغلك. هو مش كده. انتوا الاتنين مكملين في حياه بعض. اذا انتوا فكرتوا فيها كده هتلاقوا الحياه ما بينكم بتمشي، حتى لو بعيش حاف، بس تكونوا مخططين لها صح، تكونوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه صح، راسمين حياتكم شكلها عامله ازاي بعد كده. ولكن هو جاي من كبت وانت جاي من كبت، وتحط كبتك على كبت، وبقينا عايشين في كبت، وكل الناس ماشيه اصلا مش طايقه نفسها. كل الناس ماشيه مش طايقه التاني. الراجل ماشي مكشر في وش مراته. طب ليه يا عم مكشر في وش مراتك؟ عليك ديون وعليك اقساط وعليك التزامات وي 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 وي. بس في حاجه، انت لو رحيم بيهم ومتوكل على ربنا، ربنا هيرزقك برزقهم، لان ده ربنا اللي قاله. هو ربنا مش هيديك رزقك لوحدك. انت مش هتشتغل عند فلان او هتروح شغلك في فلان والراتب اللي انت هتاخده ده هو مش على قدك لوحدك، هو على قد الناس اللي مسؤولين منك. وربنا بيبعت لك رزقك ورزقهم، ولازم تكون متوكل على ربنا حق توكله في الجزء ده، عشان تبقى ضامن حياتك وضامن ان رزقك على ربنا، ضامن ان ربنا هو وكيلك في الدنيا، ضامن ان انت ربنا رزقك باولاد وباطفال، صدقني هيديك خيرهم وهيديك رزق من وراهم، فاوعى تتنطط بده. فخلاص، يبقى الدقيقه اللي بتمر من عمرك مع اولادك مع زوجتك في وقت ده لازم نبقى نضعف ونتوجع ونبقى مخنوقين وتعبانين، لكن اغلب الوقت حاول تكون حنين عليهم عشان ربنا يديك الخير من وراهم. وكذلك الست، على قد ما تقدري ما تضغطيش قوي، وكوني رحيمه قوي، والضحكه في وش جوزك هتفرق قوي. ايديكوا في ايدين بعض بالكلام الكويس هيفرق قوي. مش نمشي في الشارع يبقى صوتنا عالي او نزعل حد او نأذي حد او نأذي جوزنا او تأذي جوزك بكلمه او كلام او ده كلام ما يرضيش ربنا. هتلاقي ده بيحصل لك حاجات قصاده تحرق دمك او توجعك او تضايقك، وكل الكلام ده احنا بنعمله. صدقوني ده شغل مورستان، شغل مش طبيعي، شغل حاجات مش حقيقيه. احنا عايشين في الحياه اصلا في جزء اللاوعي. احنا محتاجين ننقل حياتنا شويه ودماغنا للوعي. الموضوع بسيط قوي لو فكرنا فيه. خلاص يا سيدي، الحاجه غاليه والعيشه بايظه والدنيا بايظه، توكل على ربنا وانزل خد بالاسباب، اشتغل واعمل اللي عليك، وحدد من انفاقاتك. ما تنفقش قوي، مش عايزك تبقى بخيل، لكن عايزك تبقى مركز وانت بتصرف. اللي ملوش لازمه خلاص، الحلويات اللي ملهاش لازمه ما تجيبهاش، الشنط اللي ملهاش لازمه ما تشتروهاش، الحاجات اللي زي دي ما تعملهاش، اوكي، وحط قصادها بديل. لكن حياتنا محتاجين نركز قوي فيها. طب هتقول لي ده كلام اكاديمي وده كلام شرح وبتاع، والله كلام من ارض الواقع، والله كلام جزء منه علمي ونظري وكل حاجه، لكن من ارض الواقع. نجرب. فكر لما يبقى معاك 100 جنيه ولا 200 جنيه هتعمل بيها ايه قبل ما تصرفها، وحط بدايل قصادها، وفكر تكون بتسمي بالله في كل حاجه، وفكر تقول ما شاء الله في كل حاجه، ولا تبص فلان ولا تبص لعلان ولا تقارن حياتك بحياه غيرك ولا اي حاجه. خد بالاسباب واعمل اللي عليك وبس. ساعات الكلمه بتكون دافع كبير قوي لنقله في حياتك، وساعات الكلمه بتكون هدم كبير قوي في حياتك. فانت يا تاخد الكلمه الصح اللي ترضي بيها نفسك واللي حواليك، يا بناقص ان انت تقولها، يا بلاش ان انت تقولها. بلاش يا جماعه ان احنا نفضل نكبت ونوصل نفسنا لمرحله الانهاك النفسي اللي احنا بنعمله في نفسنا، وفي الاخر نبقى عايشين ما بين صراع: اكمل مع جوزي ولا اتطلق، اكمل مع مراتي ولا اسيبها. هي مش زبادي في الخلاط. هي مش الموضوع مش كده. انا ما اتجوزتش عشان اطلق، انا اتجوزت عشان حياتي تنجح، انا اتجوزت عشان انجح كيان، انا اتجوزت عشان احقق استقرار، انا اتجوزت عشان ربنا رزقني باطفال، فلازم انا كنت سبب من اسباب وجودهم في الدنيا، فلازم اسعدهم في الدنيا، ويكون دي نيتي عشان ربنا يبارك لي. لكن هتبقى فيها ابتلاءات وهتبقى فيها تحديات وهيبقى فيها اوجاع وهيبقى فلازم انت تكون قد ده وتقوى ده، زي اللي بيروح الجيم بيقوي عضلاته عشان صحته تستمر، عشان يقدر يكمل في الحياه.
عشان يعيش في حياته بشكل طبيعي وشكل كويس. لكن اذا انا رحت الجيم واتصبت اسيب الجيم خلاص يبقى انا كده ما العبش رياضه؟ لا طبعا، كلام تهريج وكلام مش فاضي. اذا انا لقيت في مراتي عيب، او لقيت في زوجي عيب، او بقيت في مشاكل ما بينه وما بينه، ما هو ده امر طبيعي. ما هو جوزك ده مش اخوكي، جوزك ده جاي من بيت تاني ومن عيله تانيه. لازم انتوا تحطوا دماغكم في دماغ بعض لغايه ما تفهموا بعض. اول 3 سنين جواز نتحمل بعض، مش بعد 3 4 شهور من بعد سنه نقول احنا يلا بقى نروح للمأذون. ده شغل هبل. لازم حد حكيم يكون موجود في الكلام ده. سامحوني اذا كنت انا بتكلم كلام من النوع ده، بس صدقوني دي الحقيقه وده الواقع. خلي فيه صبر شويه، خلي فيه حياه شويه، خلي فيه معاناه شويه في الحياه. لان قصاد المعاناه دي انت بتاخد قصادها حاجه اضافه. انت بتروح الجيم عشان تتعب في الجيم وتستفيد، تفيد عضلاتك وتفيد صحتك وتفيد الدوره الدمويه وتفيد عقلك. لو انت رحت بقى الجيم حطيت رجل على رجل وقعدت كده مش قادر العب بقى ومش قادر اعمل ومش قادر، عضلاتك هتستفاد، جسمك هيستفاد. يبقى التعب لازم قصاده مقابل للنجاح، مقابل للحياه. لازم يكون في تعثرات في الحياه، ولازم يكون فيها اوجاع، ولازم بس اكون انا بخطط، مش عايش في الحياه كده باستسلام وده سببه الكبت، بلا مبالاه وده سببه الكبت. حاسس بمشاعر حلوه اقولها، حاسس بمشاعر وحشه اقولها، واكون رحيم بالناس. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ يا رب يكون الجزء بتاع الكبت ده قدرت اوضحه، وان شاء الله هو هيتشرح في اكتر من موضوع لانه هو اجزاء كتير، وانا مجهز لكم حاجات كتير قوي فيه. ان شاء الله يتعمل فيه حاجات كويسه قوي في شهر رمضان. ادعوا لنا بس كده بالتيسير وبالتوفيق فيه، وان ربنا يكرمنا ونقدر نخلصه على خير يعني. لو اي حد عنده اي سؤال يا ريت يكتبه بسرعه في كومنت قبل ما نقفل اللايف وانا هرد عليه. وانا سعيد جدا بالناس اللي كانت معانا في اللايف والناس اللي حضرت اللايف النهارده. وبشكركم جدا، ويا ريت نوصله للناس عشان نقدر نفيد بعض ونستخدم بعض ونقدم المفيد. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. ده هيكون اخر لايف قبل رمضان، وان شاء الله ما يكونش اللايف الاخير، لكن قبل شهر رمضان يعني يكون ده بتاع كل 4، عشان طبعا تستعدوا لشهر رمضان وتجهزوا للصيام. كل سنه وانتم طيبين. انا هعلن عن مواعيد اللايف الجديده اللي هتكون في شهر رمضان، ولكن ادعوا لي عشان خاطري ان ربنا يوفقني وان ربنا يقدرني ان انا اقدر ارتب اموري عشان اقدر اقدم لكم بعض الفيديوهات اللي هتكون بتنزل بشكل يومي في رمضان، وهعلن عن المواعيد بتاعتها. ده رقم 1. اللايف اللي هيكون معانا ومع بعض ان شاء الله هحاول ان هو يكون يومي ان شاء الله في رمضان. بس اهم حاجه ادعوا لي ان ربنا يقدرني ونكون الوقت معانا فيه بركه وفيه خير، عشان اقدر صدقوني هقدم لكم حاجات كتيره قوي في اللايف بتاع رمضان ان شاء الله. هيكون في مواضيع قويه جدا. انا مش هختار لكم اي حاجه غير اللي انتم محتاجينه. محتاج منكم بس الدعاء بالخير والتيسير. يا رب يكونوا دايما سعداء وينعاد عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. وعايزكم تجهزوا قوي، ويا ريت لو نجهز كده اندكس لشهر رمضان بالذات والمواضيع اللي هتتعرض في شهر رمضان، عشان افيد نفسي وافيد الاخرين وتفيدوا كمان اصحابكم والناس المحيطين بيكم. كل سنه وانتم طيبين. لو في اي حد عنده اي كومنت يسيبوا لي بسرعه، وانا هراجع اهو الاسئله اهوت وهرد عليكم. كل سنه وانتم طيبين والله، وانا سعيد جدا بيكم. في حد عمال يمنشن على سؤال بس انا مش عارف اجيبه. طب ممكن تاخدوه لي كوبي وبيست، لان ده في اللايف مش هعرف ارجع له يعني. كنت بقول ان السبب الرئيسي هو الفلوس، ثانيا الكلام الحلو. طبعا يعني انا قلت في الصراع المادي سبب رئيسي جدا في الموضوع يعني، فده امر مفروغ منه. انا هبص بسرعه على التعليقات، لو في اي حاجه انا ما اخدتش بالي منها هرجع ابص عليها. في حد بيقول لي يا دكتور ان رجع لصديقته الاولانيه، كل ما اواجهه بقول له ليه اتغيرت، يقول لي ظروفي، مع الرغم بحبه وهو بيقول لي بحبك، معرفت كيف اتصرف. بص حضرتك، حاولي ان انت ما تدوريش وراه. نصيحتي الاستاذه فاطمه، حاولي ان انت ما تدوريش وراه واديله الامان، وحاولي تقدمي له الكويس
وتقعدي معاه باستمرار تتفاهموا وتشوفي ايه هو اللي بيخليه يوصل للموضوع ده، وان شاء الله يكون في خير فيه، وادعي له بالهدايه. معلش انا مش عارف ارجع لبقيه التعليقات كلها، وبعتذر لاي حد بيبعت لي رسائل، والله من ضغط الرسائل ان انا بتاخر عليكم في الرد، وبحاول ان انا اجمعها على قد ما اقدر في المواضيع. حلو قوي. في حد استاذ محمود بيقول محتاجين نوصف عادات تخرجنا من الكبت. رقم واحد، اتعلم تقول لا. عشان تعرف بعض العادات اللي بتخلي الانسان يعيش سعيد من غير كبت، اتعلم تقول لا لما تكون على حاجه انت مش قادر تعملها. اتعلم تاخد حقك لما تكون فعلا محتاجه. اتعلم انك ما تتنازلش عن امور في حياتك، زي الجنيه اللي ممكن تسيبه لحد عشان هو بيقولك معيش فكه، اوعى تسيبه. ليه؟ لان انت لو تنازلت في الجنيه ده هتتنازل في حاجات كتير قوي. حاجه كمان لازم تتعلم بيها ان انت تخرج من الكبت هي القراءه. لازم يكون ليك حاجه معينه بتطور نفسك فيه، بتتابع حد معين بتنمي مهاراتك فيه. لازم كمان وانت نازل في شغلك تكون بتطور فيه. حاجه كمان مهمه قوي عشان تخرج الكبت هي الرياضه، وده اهم الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك. كيف تتعالج من كبت الطفولة؟ نحاول نغير بس بصعوبة قوي من الأقارب. الكبت الداخلي اللي بيحصل من أيام الطفولة دي اسمها إساءات. الإنسان وكل الناس بتتعرض ليها. أي حد وهو صغير بيتعرض لإساءة مهما كانت الحياة ما بينه وما بين أهله، لازم يكون مر عليه إساءة معينة. الأفضل إن أنت تتسامحي فيها وتتصالحي فيها. إزاي؟ بإنها لو ما شوهتش جزء في حياتك أو ما أثرتش على جزء في حياتك، خلي حياتك تستمر أفضل، واعملي عكسها دايما، عشان ده هيفرق معاكي. ده ببساطة خالص انك تتصالحي مع الكبت بتاع الطفولة. والاهم من ده ان انت تكتبي مشكلتك في الطفولة وتقريها وتفهمي ايه المميزات اللي اكتسبتيها من الدرس ده، وايه العيوب اللي حصلت في شخصيتك او غيرت في شخصيتك، وحاولي تعملي عكسها دايما عشان تبقي دايما افضل، ما تفضليش عايشة في ألم الماضي وساكتة. اهلا وسهلا باهلنا في المغرب. ايه اول حاله للتخلص من حالات الاستسلام؟ هو اللي انا قلته في اللايف. رقم واحد ان انا اتعلم اقول لا، ما اسيبش حقي لما يكون صاحب حق، واطور في نفسي عشان الكبت اللي عندي يبدا يهدى، واكتب كل المهارات اللي ممكن اضيفها في شغلي، وممكن اضيفها في نفسي، وممكن اضيفها لصحتي، ممكن اضيفها لشكلي. مش لازم افضل مستسلم وسايب دقني وسايب شعري وسايب وسايب وسايب، لا، اعيش بشكل جديد. حاضر. عن التعامل مع الام النرجسيه، عينيا حاضر. انا كنت شرحت جزء زي ده بس حاضر. ينفع ان اخد قرار بالابتعاد عن شخص نرجسي 20 سنه؟ طيب بص حضرتك، عشان انهي الكلام في الموضوع ده، عشان انا بيجيلي فيه اسئله كتير. هتلاقوا ناس كتير بتعمل فيديوهات عن الشخصيه النرجسيه، هتلاقوا ناس كتير بتشخص الشخصيه النرجسيه، هتلاقوا ناس بتتكلم كتير قوي عن الشخصيه النرجسيه. على قد ما تقدروا لازم تبقوا عارفين، وانا من الناس اللي ممكن تتكلم عن الشخصيه النرجسيه وبتكلم فيها عادي، بس انا بشرحها بشكل علمي، وبشرحها ازاي تتعاملوا معاها وازاي تعالجوها وازاي تتخلصوا منها. لازم تعرفوا حاجه، ان انت عشان تتهمي حد ان هو نرجسي لازم حد متخصص هو اللي يشخصه، وما بيظهرش ده في اول مره بس، ولا بيظهر في مرتين ولا في 3، بيظهر في حياه. طيب اذا انا لقيته ان هو شخص نرجسي فعلا، هو قابل للعلاج. هو شخص عانى من قصور في حياته وعنده مشاكل في شخصيته، احنا ممكن نساعده ان احنا نعالجه فيه. بنساعده ازاي؟ ان احنا بنخليه بدل ما يتغذى على مشاعر الالم لينا، احنا بندعمه عشان هو يحس بالفراغ العاطفي او بالفراغ النقص جواه، ويبدا يجي في صفنا، لانه هو لازم يحس بالامان. واذا حس بالامان هتمتلكيه وهتحتويه، والكلام ده انا قلته كتير. بس لازم نبقى فاهمين ان الشخص النرجسي مش كلام افضل اقوله على جوزي وبس او زوجتي وبس، لازم ليه خطوات كتير قوي يمر بيه. حاضر ان شاء الله اتكلم عن الخوف من الجواز، بس يا ريت نشوف اللايف بتاع النهارده لان اتكلمت فيه في جزء مهم عن ده. انا شكرا جدا ليكم والله، انا سعيد جدا بالكلام اللي انتوا بتقولوه عني والله. في حد بيقول لي شو رايك في الناس الطيبه مش عارفه تتغير؟ شو رايي وهيد رايي؟ انا هقول لكم رايي بصراحه.
مفيش حاجه اسمها انسان طيب، في حاجه اسمها انسان متنازل عن حقه. الانسان الطيب مش معناه ان هو يكون غبي، مش معناه انه يكون شخصيته ضعيفه، مش معناه انه يكون ما بيفكرش. لا، طيب يعني ممكن يكون متسامح، متصالح مع نفسه، متصالح مع الاخرين، اوكي انا موافقك في ده. لكن يتنازل عن حقوقه والناس تستضعفه وتستغله، لا، دي اسمها سذاجه، ودي بتوصل للشخصيه الهشه، ودي بتوصل للشخصيه الضعيفه، ودي بتوصل لانخفاض تقدير الذات قدام نفسك، وحياتك هتكون ضعيفه وبالتالي هتكون ضحيه. شو رايك؟ حاضر، ان شاء الله اكلمكم عن الثقه بالنفس. انا هاخد برضو بعض التعليقات كده اللي هقدر عليه، والباقي هنكتبه ونستخدمه برضو في اللايفات بتاعه رمضان ان شاء الله. مش هطول عليكم يعني، مش هنعمل ليله رمضان يعني، لكن ان شاء الله لازم اطلع اقول لكم برضو في لايف كل سنه وانتم طيبين كده، ونتكلم على شويه حاجات لتحضير رمضان. استنوا اللايف بتاع تحضير رمضان. انا ليا الشرف باي حد عايز يتكلم معايا ممكن تسيبي لي رساله على الخاص وانا هشوفها ان شاء الله. حاضر، تحت امرك تحت امرك، تأمريني يا استاذه منى. في حد هنا كاتب سؤال، بتقول انا ظروف موت والدي بالطفوله اثرت على حياتي، كيف اتخلص من ده؟ لازم نفهم جزء بقى معين في الجزء ده بالذات. انا كنت مجهز يعني في فيديو ان شاء الله هيتعرض في رمضان عن الجزء ده بالذات، بس انا هقول لك حاجه طالما حضرتك سالتي عشان نفيد الناس كمان. انا كتير شرحت قوي في الجزء ده، بس في جزء هقوله لكم ببساطه. ليه البني ادم لما يموت بينقطع عمله الا من ثلاث، واحده منهم ولد صالح يدعو له؟ ليه دي؟ طيب، انا مش عايز احرق الفيديو بس اقوله لك عشان تطمني وعشان ترتاحي. بص يا جماعه، الم الفراق بتاع الاب وبتاع الام ده وجع كبير قوي، وابتلاء صعب قوي، واختبار كبير قوي الانسان بيمر بيه في حياته، واحساس كبير ظلم او احساس وجع الانسان بيحس بيه. ولكن انت مع ربنا، ربنا اختار لك الابتلاء ده، فعمره ما هيظلمك، عمره ما هيوجعك بالوجع الواقع الكبير قوي اللي انت شايفه ده. ركز بقى معايا في الجزء ده. الانسان اذا مر في حياته بابتلاء كبير قوي زي فقد العزيز عليه والغالي والاب والام والابن والحاجات دي كلها، ده الم كبير قوي واختبار كبير، بس ربنا حط لك حاجه قصاده لو ركزت فيها هتفرق معاك قوي. يعني ايه ولد صالح يدعو له؟ ركز قوي، عشان العمل اللي انت هتعمله ده يفيد الميت، لان انقطع عمله خلاص عن الدنيا، ما عادش ليه حياه. احساسك بانك بتتصدق على الميت او بتعمل خير للميت، ده بيديك نوع من انواع السكينه ونوع من انواع الراحه. وجرب ده، ان انسان يفقد ابوه او يفقد امه وبعد ما يموتوا يروح يتصدق، يعمل ورد يومي يقراهم او يقرا له قران او يعمل له عمره او بتديله نوع من الراحه. فربنا سبحانه وتعالى حطك في الاختبار ده عشان تفضل دايما تعمل الحاجات دي. وجرب كل ما هتعمل الحاجات دي هتحس بالراحه، هتحس بالهدوء، لانك انت بتعمل حاجه للحد العزيز عليك، للحد الغالي عليك، للحد اللي انت كنت بنفسك تكمل معاه حياته، ولكن هو ربنا حطك ان انت تكمل حياته بالشكل ده، ان انت تتصدق له، ان انت تقدم له، ان انت تعمل له. ومع كل مساعده هتساعدها لشخص محتاج باسم الشخص اللي مات هتحس بالراحه. مع كل صدقه هتعملها هتحس بالراحه. مع كل خير هتعمله للشخص ده هيفرق معاك وهتحس بالراحه. يا رب دايما يطيب خاطرك ويكتب الخير لحضرتك. حاضر، هتكلم عن الاوفر ثينكينج. انا هراجع كل التعليقات دي وهكتبها اللي انا مش هلحق ارد عليه. حاضر يا استاذه، والله يا استاذه منى انا قلت لك اكتبي لي الموضوع وانا هرد على حضرتك في الرسائل ان شاء الله. انا ليا الشرف يا استاذه رانيا، وليا الشرف حقيقي والله بكلامكم الجميل. انا بحاول اشوف كل التعليقات. في ماشي التعليق، حاضر ابعتولي خاص، حاضر. طبعا في فرق بين الناس الطيبه والناس الساذجه. ما هو انا قلت اذا انا بتنازل عن حقي لان شايف ان هو الحته دي مش هتفرق معايا وبتسامح وبتصالح، انا كده طيب. ساذج، انا عارف ان اللي قدامي بيستغفلني. الانسان الساذج اللي بيكون عارف ان اللي قدامه بيستغفله وبيضحك عليه وبيستغله، وهو مسلم ليه ومكمل ليه عشان يحافظ عليه،
عشان يحافظ على الكلام المعسول اللي بيقوله له، عشان بيقول له انت شكلك جميل وانت فظيع وانت واو، ويفضل يقول له كلام عبيط كده، والتاني ينفخ الأنا بتاعته ويعيش ان هو مبسوط وهم اصلا بيستغلوه. انا بقول لك الكلام الحلو عشان احافظ عليك وتفضل استغلك وافضل اضحك عليك، فانا كده انسان ساذج. ده رقم واحد في الانسان الساذج. سؤال جميل جدا. رقم اتنين، ان الانسان الساذج بيكون شخصيته مبنية على رأي الاخرين. يعني ان قالوا لي النهارده يا عمرو انت جميل فانا فعلا جميل، قالوا لي انت وحش فانا وحش، انت كده انسان ساذج. قراراتك مش ملكك فانت انسان ساذج. قراراتك ضعيفه فانت انسان ساذج. بتخاف تاخد خطوه لقدام فانت انسان ساذج. بتخاف تتغير فانت انسان ساذج. بتخاف تاخد خطوه في ريسك معين او في تطوير في حياتك فانت انسان ساذج، وبتكون شخصيه هشه. رمضان. رمضان وروحانيات رمضان، وبيخلي النفس جميله وبيخلي الاكل جميل، بس التخن بقى والحلويات. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هعمل لكم لايفات حلوه هتفيدكم قوي قوي ان شاء الله في رمضان، بس دعواتكم بالخير كده. حاضر والله هرد عليك، حاضر حاضر هرد عليكي اول ما اخلص اللايف ان شاء الله. ياه. الناس اللي بتكون عايشه في دور المنقذ لحياه الناس وهم اصلا حياتهم بايظه، ما تاخدوش منهم نصيحه. ببساطه كده ما ناخدش منهم نصيحه وماليش دعوه بيهم وما اشغلش بالي بيهم. هو في حاله وانا في حالي. طالما انا عارف ان هو اصلا عامل دور المنقذ يبقى ما اسمعلوش. طالما هو حياته بايظه يبقى ما اسمعلوش. ما انا قلت ده في اللايف النهارده، قلت ده بيسبب كبت. نتصرف ازاي مع الناس الظالمه؟ انت عايز الناس الظالمه؟ وكل ربنا في حياتك. وكل ربنا في الناس الظالمه. وكل ربنا في الناس الظالمه بجد. الناس الظالمه حقك منهم هيجي في الدنيا وفي الاخره، وهتشوفه بعينيك وهتشوفه في اخرتك. اللي بياخد حق حد او بيظلم حد ربنا بيعاقبه مهما كان. مهما كان هو انسان صالح. ربنا ما بيظلمش عبيده وما بيرضاش على عبيده الظلم وما بيرضاش على اي حد الوجع. فما بالك ان انت اذا اتوجعت وربنا شاف ده وحس بده وشاف ظلمك باين، فربنا عمره ما هيفرط في حقك ابدا ابدا. والله انا ما عايز اقفل اللايف من اسئلتكم الجميله وكلامكم الجميل. انا هاخد كل التعليقات دي لانها بصراحه ممتازه. هخلي الفريق معايا يكتبها كلها وان شاء الله هعمل لكم فيها فيديوهات لان كلها جميله بصراحه. القرار المستقبلي انت خايفه ان انت تاخديه، صدقيني خديه، بس حطي قبل ما تاخديه دراسه كده ما بين المميزات وما بين العيوب وما بين النتائج. هتلاقي نفسك تقدري فعلا تاخديه. هتلاقي نفسك تقدري فعلا تعمليه. لكن لو قعدتي اخدت اراء الناس اللي حواليكي هتاخديه غلط. خدي الناس ما تعرفكيش. لو انت عايزه حد يساعدك خدي ناس ما تعرفكيش. خدي راي ناس ما تفهمكيش. خدي راي ناس جديده، احكي لهم الموضوع كأن موضوع جديد، كأن اطلعي بره انت الصوره. طول ما انت جوه الصوره عمرك ما هتشوفي حاجه. الانسان طول ما هو جوه محطوط جوه الصوره او جوه الدايره بتاعته ممكن يكون قراره ضعيف قوي لان هو جوه الدايره. وصلت كده؟ حل التردد من اتخاذ اي قرار، خوف من الندم. نشوف اللايف من البدايه. اللايف من البدايه كان مهم قوي وبنتكلم على الكلام ده. احساس الانسان لما بيندم بيخليه يوقف حياته وبيخليه يعطل حياته كلها وبيخليه ياخد خطوات كتير غلط. فاوعى الانسان والندم. الندم والحسره جزء كبير قوي من اضطراب نفس. اضطراب النفس هنا هتخليه ضعيف، تخليه هش، تخليه في حاله احتياج. يا رب يكون قدرت ان انا اوفي النهارده على قد ما اقدر. وسيبوا برضو باقي التعليقات هنشرحها في اللايفات القادمه ان شاء الله. يا دكتور بنتي والخوف والضغط النفسي اعمل ايه معاه؟ حاولي تطمنيها وما تقارنهاش بحد، وحاولي على قد ما تقدري دعميها، اسمعيها، ما تمشيش وراها بالمذاكره وبس. كلموا بهدوء وعرفيها ان الامتحان ده نقله في حياتها هتوصلها للجديد، هتوصلها للمستقبل. وصلت؟ ان شاء الله برضو يعني لو محتاجه اي حاجه ابعتولي على الخاص وانا هفهمك اكتر. وان شاء الله اعمل لكم لايفات في الحاجات دي بس على دخله الامتحان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. تابعوا المواعيد الجديده لللايف في رمضان. تابعوا البيج والستوري عشان بنزل فيها المواعيد الجديده. وان شاء الله المواضيع المهمه اللي هتنزل في رمضان انا هعلن عن كل حاجه عشان تبقوا عارفين المواعيد اللي هيتذاع فيها الفيديوهات.
او اللقاءات اللي هنحطها، وطبعا اللقاء اليومي بتاع اللايف ان شاء الله. ان شاء الله بس دعواتكم كده ان انا اقدر ارتب اموري ومواعيدي، وهعمل لكم لقاء يومي حتى لو بالليل متاخر في رمضان، كده كده الناس كلها بتسهر. ان شاء الله هعمل لكم حاجات كتير قوي تفيدكم. وجهزوا بقى الاندكس والورق والقلم كده مع السبحه والسجاده والحاجات الجميله. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير، وجهزوا للي جاي وجهزوا للشهر الكريم. ويا رب دايما يكون شهر جبر للخواطر، جبر لرضاكم، خير عليكم، محققين فيه كل اللي نفسكم فيه. اي حد نفسه او عنده اي ازمه تتحل ان شاء الله بالخير وبالدعاء وبالتقرب الى ربنا وبالاستغفار. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله في لايف هطلع اعيد عليكم واقول لكم ملحوظات بسيطه تعملوها في رمضان. تصبحوا على خير.